صباح الخير. هذا محمد علي المنصور. نخدم عزام في المغرب الثقافي. باش نجاوب الجمهور الرياضي المغربي على أسئلة في البطولة المغربية وأسرارها ندير لي كوليس. عمول قبل ماتش نهضة بركان في الليل كلمت سعيد مسيري رئيس الوداد البيضاوي، وعلى اساس نديو كما تقولوا انتم في المغرب بطولة 18. اتصل بيا وعملنا موعد على اساس يوم الاربعاء وقتها يجي صادف يوم الاربعاء. قبل قلت نأكد اللي هو قبل بارتي نهضة بركان. المهم مش باش نطول عليكم، تقابلنا في المكتب نتاعو في مقر الوداد البيضاوي بروسيجور، وبالصدفة كان موجود الناخب الوطني بدو زكي، كان عنده شيك بالأمارة فيه 100,000 درهم، وبالأمارة قال لي وقتها اللي 4 شهور وهو يجري وراهم باش قدر ياخذوا الشيك نتاعو، ووقع له فيه أماني وقتها. المهم مش هذا الموضوع، جلست معاه قال لي فاش تقدر تفيدني الجانب البدني والجانب الذهني. قلت له نجم نفيدك فيهم زوز، نمسك في الوداد ديريكسيون الصدارة، ديريكسيون بطل الخريف، نربح الدربي والبطولة بدون ما ينازعنا حتى حد على الصدارة. وقال لي كيفاش تقدر تدير؟ قلت له تيران بيناتنا. قال لي خلاص نشوف من المباراة الجاية، نشوف ضد بركان ونشوفوا معناتها شنو كيفاش تقدر تدير. المباراة هذيك عملت فيها نول، ما مالتش اعجابه، قال لي عملت مبقاش استحسان وبلا بلا بلا، فلا علينا. قلت له نشوفوا فهمتي معناتها اخر الاسبوع الجاي. عملت ريزولتا باهية من بعدها. قال لي اوكي، جلست انا وياه، نقلني من الاوتيل اللي انا فيه وفندق لاكوت في عين زياد اللي توا روتانا اسمه نتاع صديقه، هزني غاديكا وطلب مني الرجاء ما تفوزش، نهضة بركان كيف وتابع فوزي لقجع وتطوى يلزم يدخلوا في أزمة، بالإضافة اللي احنا ديما نفوزوا. مجبر أخاك لا بطل، يلزم نطبق العمل نتاعي، وهذا اللي صار كل أسبوع. وهذا ما يفسر الأزمة نتاع الثلاثة اكيبات هذوما، بالإضافة لفوزنا احنا. وعدني جاء وقتها تلعب كاس الفتح، كاس العرش ضد بركان. قال لي يلزم تعمل شغل باش بركان ما تديش كاس العرش. قلت اوكي نقدر. هو وصدمة كانت للجمهور المغربي كل كيفاش قدرت تدي الفتح الرباطي كاس العرش وقتها 2-0. وهذاك الشغل نتاعي انا، مش شغل وليد ركراكي ولا شيء، اللي على فكره مش نجيه شنو عمل بالضبط. المهم ادينا كاس العرش، حولت الوجهه نتاعو لفتح الرباطي. كانت الصدمه لنهضة بركان، ووقتها بديت تتزعزع. من بعدها لعبنا ضد في اواخر السيزون. هو وعدني على باش ما نفوتش بالكلام، وعدني مبالغ طايله ما عطانيش. جاي الديربي كيف قال لي بعد الديربي وكي والديربي والناس الكل تعرفوه 3-1 هذاك، ولولا الامطار الغزيره كنت نعطي للرجاء 5 و6 ما فماش كلام. من بعد الدربي كمان ما جانيش، ما عطانيش اموال، وعلى اساس جوست قاعد وبلا بلا بلا واوتيل ورفاهه وكونفور وغيره. زعلت، حملت حالي، عملت ريزرفاسيون، حملت حالي ورحت يوم
21/12/2014. انا سافرت 8 متاع الصباح، ويومتها كان اول خسارة للوداد البيضاوي. اتصل بيا هنا في تونس، وليش وتأكد هو 100% من شغلي طبعا، مش تكون مصادفة اكيد انه وقت اللي نسافر انا تكون هي اول خسارة. اتصل بيا وقال لي كمل واحد ومش نسافر لفرنسا وتنحول لك اموالك الكل ونزل عنا شغل وبلا بلا بلا وغيره. اوكي، رجعت العجلة الدور، سافر لفرنسا وما حوليش فلوسي، وقفت الشغل كالعادة. صارت الخسارة الثانية ضد الفتح الرباطي اللي هي نوتر ديزيام ايكيب، واللي استعملتها باش نوقف عجلة تطوان وبركان والرجاء. لا محمد رسول الله. صارت الخسارة الثانية، فاتصل بيا بلا 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 وما يصيرش ولازم نكملوا غيره لاخر المشوار، وانت وعدتني باش تجيب لي البطولة في مونتاج. هوني ميزت هل ندير نواصل شغلي مع شخص متلفت وما يوفيش بوعوده، او نسحب حالي. اخترت اني نكمل كانجاز، ومن بعد نشوف هل هو عند كلامه او لا. لاني بصراحه لو سحبت شغلي كنت ما تبديش هي البطوله، وكنت نظل تونسي وقال كلام وخلاص ومشى على روحه، ما نحبهاش. فما برشا اعتبارات نعيش بها وصاحب كلمه الحمد لله. فكملت شغل روتور كامل وشفتوه حتىش هزينا البطولة قبل بجولتين معناتها من نهاية السباق على البطولة، وديكالاج على نوتر كونكيرون الكل، وهذا اللي وعدتو بيه. حملت حالي ورجعت للمغرب كالعادة، لو طون نمشي نخدم سواء من تونس ولا غادي في المغرب. كان وقتها موقع عقد مع الفيا، يومتها على اساس باش نتسلم اموالي، فنكر كالعاده وقتها ولا ما عندوش مشكله مع الرجاء ولا مش عارف شنو، تلكك وغيره. سكت على حالي، قلت له هاك باش تلعب ضد خريبكا اللي يصادف انه لونترونور نتاعها احمد العجلاني التونسي، وامام جمهورك 80,000، ومش تتسلم الدرع، ومش تكون لك بوانوار مني وكادو مني ليك، وراك مش تخسر امامها. وانت وجونتو شارك نتاعك اللي على فكره لولا الشغل نتاعي كان حمل حقائق وراح، خاطر الاخصائيين الفنيين المغاربه كل وقت قالوا جاي للسياحه ماهمش غالطين. وهذاك اللي صار، وشفتو خسرت انا 0 قدام اولمبيك خريبكا. قبل ما تعاود ترجع البطوله اسنان كالعاده، ويعرف هو اللي جونتو شاك ولا شيء، وجوست ماشيه معاه العجله والخدمه الشغل ماشي معاه. اتصل بيا على اساس انه مش نعملوا بدايه قويه، ومش يعطيني كالعاده الاموال ديالي كل كامله واحد اللي هي مبالغ كبيره وكبيره جدا. قلت له اوكي. جيت كان وقتها الانتخابات، وتلعب هي وكاس العرش اللي خسر اللي نتاعو يصادف عيد ميلادي لو 2 سبتمبر 2015. قلت له اوكي. جيت خاطر عرفت المستوى نتاعو، جيت وخدمت مرة أخرى، اشتغلت ضد الجيش وضد خريبكا، وشفت النتائج اللي عملتها والمستوى اللي عملته أنا. كالعادة تستنى شوية، والجامعة العام جامعة عام انزعجت. مشيت الراديو مارس، في منسق في راديو مارس اسمه سمير، جلست انا وياه في ريستوران الزهور جنب اوتيل رويال منصور. حكيت له الصورة كاملة، قال لي اوكي، ومارسوا عليا شو جاب اصدقاء، ومارسوا عليا شوية ارهاب ويخوفوا فيا ويقدر وتشوهوا ما تشوهوا كاللغة هذيك معناتها، وحبوا يخوفوني. فحملت حالي ورجعت تونس مثل العادة. ابتزوه ودار لهم عقد إشهاري، وحط الواحد هكا العلامة نتاع راديو مارس هذيك بالمجان
بالمعلومات اللي عندي. هذه معناتها مؤسسة إعلامية راديو مارس المفروض توصل الحقيقة للناس باش يفهموا الكذب والكذوب كما تقولوا نتاع الناس. اتصلت فيه قلت له قدرت تشريهم مش ماشي مشكل تو يجي وقت واحد. فانا اتصل بيا مرة أخرى قلت له نتحداك إذا يقدر يعمل النتائج هذيك وإفكتيفمون توا وما يقدرش واللي آخر السنة وما تقدرش. عيط لي مرة أخرى ويجاو نشتغلوا وواصلوا كذا 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 فوالا. وقت الوليد الركراكي حد الوداد أنها تربحوا في واحد جيت. الحقيقة حبيت نحط العصا في العجلة. قلت له ما نشتغل ما ناخذ الأموال نتاعي. قال لي اوكي. وانا ديجا محضر الديربي كملت على اساس انه حضر لي في الاموال نتاعي. كملت نشتغل للوداد والفتح وغيره. في الوقت ما جابليش يعني. ومن بعد زاد يجيني يقول لي معناتها اللي الديربي مسرحيه واللي يلزم يخرج معناتها تعادل باش تهدى الاوضاع في كازابلانكا. فقلت له معناتها اذا كانجاز مانيش مش نقدر نعمله، وكان معناتها ما تنجمش تعمله خاطر الدربي مسرحيه بلادنا، وكان كاموال زاده باقي باش تعطيني. فقلت له هوني معناتها مش نسحب شغلي كامل من الوداد الجوله 11. وهذا ما يفسر الكريز والازمات اللي عاشتها الرجاء ونهضه بركان وتطوان في البطوله المغربيه من السنه الماضيه للسنه هذه. طبعا اوامر منه هو حب هكاك. بالنسبه لي انا حبيت ندي نوصل الوداد وكهو هذاك شغلي، وهو حب انه هذوكم يعيشوا ازمات وعاشوها. هو اللي حب وانا طبقته. لا اله الا الله محمد رسول الله. سحبت شغلي كامل، خليت الوداد تخسر امام الفتح الرباطي. رجعت لتونس على نفسي، وفي نفس التوقيت ما فازتش الوداد من الجولة 10 حتىش البطل الخارجي. هوني ضربت عصفورين بحجرة. أول شيء خاطر جونتوشاك أنا مش نقلم له أظافره على وليد الركراكي. لو طبقت وقتها وفزت على الفتح الرباطي كالعادة الفضل الجونتوشاك وبلا بلا بلا، وأنا وراسي صار ما يعرف حد. فخليت يبان مستواه الحقيقي ووعوده وكلامه باطلة. في نفس الوقت ما فازتش الوداد وخليت الصدارة الفتح الرباطي. تفضل إذا أنت تقدر وليد الركراكي أنك تاخذ الصدارة تفضل. 5 جولات كاملة ما قدرش ياخذ الصدارة، ما قدرش يتوج قصدي ببطولة الخريف. مش سهل على خاطر فيها عمل ليس ككل الأعمال. نحكم في البطولة المغربية من السنة الماضية للسنة، ولا تقدر لا أنت ولا غيرك يا وليد الركراكي إنك تتجاوزني. مين ما كنت تكون بأي طريقة، ولا بالبخور، لا بشراء حكام، لا بشراء ذمم. كينغ كونغ جو سوي لو ديو دي ستاد. أي فريق وأي حكم وقت اللي يهبط للتيران أنا نحكم. تهبط قدامي للتيران أنا نحكم. أخذناك جرو وربيناك صرت كلب. مو حلوة منك تعلي علينا. أفضلنا على الفتح الرباطي مش الشغل نتاعك. هذا هو هذا اللي حبيت نوصله. هذا حكيت مع سعيد نصيري، وهذه حكاية البطولة المغربية وصدارة الوداد. وتحبوا بأكثر تفاصيل تقدروا ترجعوا بروفيل نتاعي فيسبوك محمد علي بن منصور سيرنا فيديو دي ستاد. تلقاو كل المباريات قبل وبعد من السنة الماضية من اللي مسكت الوداد ليومنا هذا. تحبوا بأكثر تفاصيل مرحبا في أي وقت تقدروا تتصلوا بي، تتصلوا على الفيسبوك من صحفيين واحد بالأدلة بالبراهين.
الكيفية والشافية والوافية. هذا هو، والسلام عليكم، شكرا.